الطبق الحلو ده من أجمل الأطباق الحلوة اللي ممكن تعمليها في شهر رمضان المبارك. طبق اقتصادي جدًا، حلويات اقتصادية وسهلة وسريعة وبسيطة، اعمليه للأولاد على الفطار بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا جماعة، لو عندِك نُص كيلو أو ربع كيلو من الجلاش، فقط إنِّك أنتِ هتكرمشيه كده أو تكشكشيه زي ما أنتم شايفين. مش هنعمل مكشكشة، لأ، هنعمل حاجة أجمل من المكشكشة كتير. هنكشكشه برضه ونكشكش الجلاش زي ما أنتم شايفين كده. الطبق ده أو الصينية ديّة تطلع تحفة، من أجمل صواني الحلويات اللي ممكن تعمليها، وبسيطة وسهلة وسريعة، مش مكلفة ومُتعبة زي الجلاش بالكنافة، ولا زي صواني الكيكة مش هتاخد معاكِ 5 دقايق، بس تنكشي كده وتكشكشي ال ورق الجلاش زي ما أنتم شايفين كده، ومش هاحاول إن أنا أضغطه جامد يا جماعة عشان الصينية ما تطلعش مكتومة، ولا كمان هافلفته جامد عشان الصينية ما تطلعش إيه، فيها فراغات، وبيضتين أو 3 بيضات يعني حاولوا ما تكتروش البيض عشان البيض ما يبقاش غالب على الصينية يا جماعة. بيضتين بس يا جماعة. بس كده. وبعد كده هانزّل باقي المكونات. أنا بُصّوا ما عنديش فانيليا، فحطيت نُص عصرة ليمونة، والليمونة بتبقى أحلى على فكرة واقتصادية جدًا. ممكن نُص ليمونة أو ليمونة، يعني الليمونة إلا حاجة يعني كده، مش هتكمّليهاش في العصر. بتخلّي ريحة الكيك أو ريحة الحلويات حلوة أوي طالما فيها بيض يا جماعة. جرّبوها هتعجبكم إن شاء الله. حطيت طبعًا 3 بيضات، بعد كده هانزل بمعلقتين كبار من النشا. معلقتين كبار مليانين، فيهم واحدة مش مليانة، فأنا هانزل بربع معلقة تاني، وهانزل بكوب ونصف من اللبن. مكونات سهلة وسريعة وبسيطة واقتصادية وجميلة جدًا. عايزة تعمليها على العزومات، كوباية ونُص اللبن. أنا ليه باحطها لكم في الطبق؟ لإن أنا هاحطها في شفشق في خلاط يا جماعة. أنا باحطها في الطبق بس عشان تشوفوها، لإن أنا لو حطيت المكونات دي في شفشق في خلاط مش هتشوفوها، فأنا هاحطها في الطبق وبعد كده أرجع غرفة تانية وأحطها في شفشق في خلاط، لإنها هادّيها ضربة أو ضربتين كده بالخلاط. نُص كوباية من الزيت ونُص كوباية من السكر. وبُصّي، واللي مش عايزاها مسكّرة ما تحطّيش نُص كوباية من السكر، لإن إحنا هنعمل لها شربات يا جماعة. حطّوا ربع كوباية من السكر فقط، ربع كوباية من السكر فقط على المكونات دي، وأنزل بيهم في الخلاط أطحنهم أضربهم الضربة الكويسة أوي، وأرجع أقول لكم هنعمل إيه. بُصّي معلش أنا هاعبّيهم في الخلاط. وبُصّي طبعًا أنا طبعًا عاملة الشربات بتاع المكشكشة اللي عندي دي، أو الجلاش أو الكيك بالجلاش، هي تعتبر كيك بالجلاش على فكرة، وعاملة لها الشربات. الشربات عبارة عن كوب ونُص من السكر على كوبايتين مَيّة ونُص عصرة ليمونة، وأخلّيهم على النار لمدة 10 أو 12 دقيقة. بس أدي الشفشق في الخلاط وهاضربهم ضربة كويسة خالص، وهانزل بيهم يا جماعة بُصّوا كده. مكشكشة جميلة جدًا. المكشكشة بالطريقة دي. أتمنى إنكم أنتم تعملوها في أول يوم رمضان، لو عندِك عزومة حلو للأولاد، حلوى اقتصادية جدًا وحلوة سهلة سريعة بسيطة، وطعمها خرافة حلو أوي. لو حابة إن تبقى فيها نكهة جوز الهند، ممكن على أرُش شوية جوز هند على اللي أنا عملته ده، على أو باضربهم مع البيض و و والنشا. بيخلّوا النكهة الريحة. بُصّوا حطيتهم في الفرن، الفرن تكون هادية، الفرن ما تكونش سخن يا جماعة، لإنكم أنتم عارفين الجلاش الفرن أهم حاجة تكون هادية، ما تكونش سخنة عشان ما يتحرقش منّي ويقعد معجِّن من الداخل. بُصّوا الجلاش طبعًا كوباية، و الشربات ما يكونش سميك أوي ولا خفيف أوي، وسط يعني. بُصّوا الجمال والحلاوة. ممكن تطلّعيها من الصينية وتقدّميها في طبق تقديم لو عندِك ضيوف، طعمها خرافة وتحفة، تحفة، تحفة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو أول مرّة تشوفوا القناة حاولوا إنكم أنتم تعملوا اشتراك ولايك عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد.
هنجيب لكم كل ما هو مفيد وجديد، وكل إن شاء الله، كل الأفكار اللي تعجبكم من العزومات والإفطار والسحور رمضان. تابعوا معايا القناة، وإن شاء الله القناة هتنول إعجابكم في الفترة القادمة. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. وصفات سهلة وسريعة وبسيطة، وصفات خفيفة واقتصادية جدا. مش هحاول إن أنا أعمل حاجات مكلفة. إن شاء الله كل أكلاتنا هتبقى اقتصادية في متناول الجميع إن شاء الله. هاجيب لكم أفكار حلوة أوي للسحور بإذن الله، أفكار سهلة وسريعة وبسيطة تقدروا تعملوها في أي وقت، وأفكار حلوة أوي إن شاء الله على الإفطار. كمان أفكار جديدة للحلويات. تابعوا معنا القناة بس، وما تنسوش بالاشتراك واللايك. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمنه وأمانته، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.